يلا بينا بقى نعمل الكفتة اللي احنا كنا شايلينها. فاكرين الكفتة اللي عملناها مع بعض؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ تعالي صلي على الحبيب وحط اللايك بتاعي وتعالي نشوف هنعمل الجمال والحلاوة دي ازاي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ مساءكم معطر بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. طاسة على النار وفيها شوية من الزيت، وطلعت الكفتة من الفريزر وسبتها تستريح شوية، وهنبتدي نقليها في الزيت. ما تمليش الطاسة بالكفتة علشان خاطر الكفتة تتحمر معاكي كويس وتتحمر معاكي اسرع في نفس الوقت. نفس الحكاية برضو لو بتحمري بطاطس، ما تحطيش بطاطس كتير في الطاسة علشان بتاخد منك وقت في التحمير. وانتي بتقولي هي بتاخد وقت ليه في التحمير؟ هي بتاخد وقت عشان انتي بتبقي مالية الطاسة بطاطس كتير، فكل ما كانت الحاجة قليلة في الطاسة بتتحمر اسرع ما تبقى الحاجة كتير. فهنحط كده كام صوبع كده زي ما انتوا شايفين. والنار هنا بقى لازم تبقى متوسطة بحيث ان هي تتحمر كويس وتبقى على الوشين، وفي نفس الوقت تستوي معايا نص تسوية، لان هي مش هتاخد في الصلصة وقت طويل. وهنا بقى كده زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، ادي الكفته بتاعتنا ولا فكت ولا فرفتت ولا اي حاجه خالص. وكده التحمير بتاعها حلو جدا. بصوا يعني بتعتبر هنا في التحمير نص تسويه، وفي الصلصه بيبقى النص التاني. وطبعا زي ما انتم عارفين ما بتاخدش في الصلصه وقت خالص. وطبعا في الاول وفي الاخر بيبقى راجع لنوع اللحمه اللي انت يعني جايباها من عند جزار كويس، خلاص بتطلع معاكي النتيجه كويسه زي ما انتم شايفين كده. بصوا حاجة سهلة وسريعة، وبجد في ناس كتير عشقاها الكفتة ام رز دي. وهنا بقى حلة على النار وهننزل فيها بمعلقة من السمنة، وهنعمل بقى مع بعض التسبيكة بتاعة الكفتة. بصوا سهلة جدا وبسيطة قوي قوي. بس هنحط لها بقى، انا كل مرة بصراحة بعملها من غير بصلة، المرة دي انا هحط لها بصلاية. فرمت بصلاية كبيرة كده ناعم يعني، وهنحطها. وفرمت مع البصلاية فصين من التوم، قلت كنوع من التغيير، وبيدي طعم حلو جدا التوم طبعا، وبصراحة كان عاطيها طعم روعة. تمام. وطبعا احنا عاملينها اصلا لما جيت انا يعني كنت فرماها كنت حاطه لها برضو فصين من التوم. وهندي البصله بس تشويحه كده، ولا عايزاها تصفر ولا عايزاها تاخد لون ولا اي حاجه خالص، انا عايزه بس البصله تدبل معايا بقى كده. ادي البصله دبلت معايا كده زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. بكون طبعا ضاربه طماطم في الخلاط، هاخد نص اللي انا ضربته. طبعا انا كنت عامله من الكفته طبقين، فاخدت طبق واحد بس على قدنا، لان في حد يعني عندي ما بيحبش الكفته في الصلصه. عامه هو كله بيحب ياكلها متحمره كده، هي بصراحه متحمره بتبقى روعه، بتبقى حلوه جدا. نزلت اهو بنص الطماطم اللي انا ضرباها. وهنعمل ايه؟ بصوا ما بيتحطلهاش بهارات كتير، هو ملح وفلفل. عذرا انا اسفه للناس اللي بتحط كمون. بصوا يا جماعه كفته الرز ما بيتحطلهاش كمون، انا اسفه يعني. كل واحد طبعا على حسب ما هو ما بيحبه، على حسب ما هو ما بيطبخ. بس انا فعلا ما بحطلهاش كمون. وادي رشه من الفلفل الاسمر، واختياري واحده ماجي، حابه تحطي حطي، مش حابه ده راجع ليكي. انا هحط ماجي فوريه فهحط معلقه صغيره كده. وهنقلب ونسيبها على نار متوسطه لحد ما تتسبك. وهنا بقى كده ادي الطماطم اتسبكت معانا، اللهم بارك، حلوه جدا. هنعمل ايه؟ هننزل ببقيه الطماطم بتاعتنا اللي في الخلاط كده اهو زي ما انتوا شايفين. تغلي اول غلوه ننزل الكفته. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بصي ادي هي الصلصه بتاعتنا بتغلي، هننزل فيها الكفته. وهتبتدي تخلي النار بتاعتك تبقى متوسطه بالظبط غلوتين تلاتة، وهتبقى الكفته معاكي مستويه لان احنا مسويينها نص سوا طبعا في التحمير. فهتنزل هنا هتكمل نص السوا التاني، وهتطلع معاكي كفته مظبوطه 10/10. وهنا بقى اللهم بارك، ادي طبق الكفتة بتاعنا جنب طبق رز ابيض جنب شوية مخلل، حاجة روعة الروعة. بصوا تحفة بجد، حاجة عسليات حلويات زيكم. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.